يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايبه لكم لقطات من فرح بنت اختي، فرحه عمرنا بجد. اتفرجوا معايا وشوفوا جمال عروستنا. ودي كانت بدايه الكنيسه. شايفين العربيه اللي اختاروها علشان تبقى معاهم طول الفرح؟ قد ايه شياكه واناقه وذوق بجد في كل حاجه. هو ذوق بنت اختي وكمان عريسها بيتر. احلى مونيكا وبيتر، ربنا يهنيكم ويسعدكم يا رب. احلى عريس وعروسه، ربنا يتمم فرحتنا على طول يا رب بالخير. وكل اللي بيتمنوا لنا الفرحه ربنا يسعدهم. ودي لقطه من جوه الكنيسه، وزي ما انتم شايفين صحابها هم اللي طلعوها وقعدوا لها الفستان وعريسها جنبها. يعني بصراحة كل حاجة كانت مرتبة جدا جدا، طبعا بترتيبات أبو العروسة. ودي بقى كانت الزفة. أول ما دخلت العروسة والعريس كانت الزفة مستقبلاه، كانت جميلة جدا جدا. ترتيبات كانت جميلة من كله بصراحة. أبو العروسة وأبو العريس والعريس والعروسة كانوا مرتبين جدا في كل حاجة. طبعا شايفين فرحتنا، ربنا يتمها دايما على خير. واخو العروسة ومامته اللي هي اختي كانت فرحانة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الفرحة بتبان، وخلي بالكم عيون كل واحد كانت بتبان الفرحة فيها بجد. ربنا يسعد يا رب قلوبهم ويفرحنا دايما. ده اخو العروسة اللي كان بيسقف، رجع من ايطاليا مخصوص علشان فرح اخته طبعا. ربنا يسعدك يا مونيكا حبيبتي يا رب ويهنيكي يا رب. بصراحة هو فرح كان جميل جدا جدا، والناس اللي فيها بجد كلهم كانوا حلوين خالص. اصحابها بالذات كمان كلهم كانوا بزي احمر كده شكله جميل، وكانوا عاملين لها فرحة وبهجة جميلة. وكلهم كانوا لابسين دريسات حمراء شكلها حلو جدا. وزي ما انتم شايفين عروستنا الجميلة متألقة بجد يا مونيكا وعسولة. ربنا يسعدك يا حبيبتي يا رب انتي وبيتر. طبعا انا كنت مركزة بس غصب عني صدقوني على طبعا بنت اختي. يعني على حسب الكاميرا بقى ما عرفت. انتوا عارفين الزفة كانت زحمة ازاي. زي ما انتوا شايفين انا ما عرفتش حتى اتصور ولا اخد لقطة معاهم من كتر الزحمة اللي موجودة. شايفين الجمال؟ شايفين عروستنا حلوة ازاي؟ ودي طبعا من جوه القاعة وهما بيقسموا التورته لأحلى عريس وعروسة في الدنيا. التورته كانت جميلة، والفندق كان منظم بطريقة جميلة جدا. كل حاجة بجد بجد في الفندق كانت جميلة وحكاية. يعني خدمة 5 نجوم، والتورته ذات نفسها كان طعمها ومذاقها حلو جدا. الفندق اسمه ريجنسي بيراميدز، كان تحفة بجد. الأكل والجاتو كل حاجة بجد، والخدمة متميزة جدا بجد. يعني عرفوا يختاروا الفندق كويس جدا. وبعدين أبو العروس كان مهتم بالناس جدا. ربنا يسعدك يا حبيبتي يا رب ويهنيكي انتي وبيتر يا حبيبتي يا رب. ودي ام العروسه. طبعا خدنا كام صوره بقى كده مع بعض وعيلتي الجميله وانا في الفندق. بصوا شويه لقطات كده برضو عشان اعيشكم اللحظه معايا. مرات ابني الكبير والصغير معايا برضو كانت فرحه، وبنوتي. طبعا انتوا عارفين جانا بقى بتحب الصور قد ايه. ربنا دايما يجمعنا في الفرح ويسعدهم.